السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيك بالحامض، واحد الكيكه اللي ادمان ما شاء الله، جات رائعه رائعه، جات لذيذه بزاف لدرجه انني درتها وعودتها وليداتي عجبواتهم بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهذا الكيك ديال الحامض غنحتاجو ليه 4 ديال البيضات مع قرصة ديال الملح. غادي نحتاجو ليه 120 غرام ديال السكر سنيده اللي ضفت ليه المبشور ديال الحامض، وضفت له واحد المعلقه صغيره ديال الفاني بودر. ممكن ديروا ساشي فاني بودر. هنا كنرمل مزيان هذا الحامض مع هذا السكر والفاني باش كيطلق ديك النسمه ديالو. غادي نبدا نطرب البيض. بالنسبه كنبداو نطربوا البيض هو الاول حتى كيبدا كيبيض شويه، عاد كنبداو نضيفوا ليه السنيده على دفعات، وحنا كنطربوا حتى كيبيض الخليط وكيصبح كريمي. من بعد كنضيف 100 غرام ديال زيت المائده، ما يعادل واحد الكاس الا ربع. كنضيفو كنبقى نطرب، ما كنزقاش من التطريب. من بعد كنضيف كاس ديال الحليب اللي ضفت ليه تقريبا ربع كاس ديال عصير الحامض. ممكن نستبدلوا هذا الحليب بياغورت ديال الفاني او ياغورت ديال الحامض. في حالتي الا ضفتوا الياغورت كتخليو العصير د الحامض حتى هو الاخير، حتى كتبداو يعني كتخلطوا في الدقيق، عاد كتزيدوا الحامض. هنا ملي تخلط الخليط كامل وصبح كامل كريمي كنضيف تقريبا 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، ما يعادل تقريبا واحد 250 غرام ديال الدقيق. كيبقى هذا على حساب يعني النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، حيت كاين النوع اللي كيشرب وكاين النوع اللي كيكون ممتاز كيجي زعما مع العجينه هو هذاك. بالنسبه الى درتو الياغورت كما قلت غتنقصوا الكميه ديال الدقيق، وإلا درنا الحليب هذه هي الكميه الكافيه، تقريبا 2 كيسان ونصف، ما تزيدوش اكثر. صافي كنخلطوا مع 2 ديال الخمارات من وزن 7 غرام، يعني 14 غرام. كندخل الدقيق مزيان في العجينه اللي كيكون ديجا مغربل. كنخليو هكذا العجين يبقى خفيف ما نتقلوش. كنغبر واحد المول بالزبده والدقيق وكنصب الخليط ديالي، كنحاول نرفع يدي الفوق ونصب الخليط مزيان، وكنجيب واحد العويد وكندوز هكذا من الوسط باش كتصيب ديك الكيكه فين كتنفخ. كندخلوها طيب على درجه حراره 170 من نص ساعه حتى ل 45 دقيقه. وهنا ملي خرجت الكيكه من الفران كتجي مهويه وكتجي رطبه. هنا غادي نصايب واحد الكلاصاج اللي كيتكون من 100 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال و20 غرام ديال العصير ديال الحامض. كنبدا نخلطو هكذا هكذا بالمعلقه، كنبقى نخلط ونضيف العصير حتى كيولي تقريبا بحال الشكل ديال كلاصاج او كريمه اللي كتكون متمازجه على هذا الشكل. صافي وكنبدا نكلاصي بها الحلوى من الفوق، كندير هكذا بحال الدميعات وكنسرحها من الفوق، ومن بعد كنحك عليها شويه الزيت ديال الحامض اللي تيكون هكذا خضر كيعطي واحد اللوين زوين. ولا ممكن تزينوها بشرائح ديال الحامض، كيبقى الزين اختياري، كل واحد كيزين كيف ما حب وبغى. وهنا ملي كنقطعها
صدقوني كتجي هشيشه بزاف، كتجي رطبه ومهويه من الداخل، والمذاق كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الكيكه وتجربوها لوليداتكم ولضيافكم، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. ونتمنى ان شاء الله ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. والى اللقاء.